شباب تانية ثانوي، يلا بينا نبدأ مع بعض المراجعة الثالثة. يلا بينا نبدأ مع بعض الحصة الثالثة من المراجعة. هنراجع ايه مع بعض النهاردة؟ هنراجع مع بعض شابتر 3. هو شابتر بسيط جدا، المعلومات بتاعته بسيط جدا، الشرح بتاعه اصلا مش هيكمل ربع ساعة تلت ساعة، فده اكنه اعتذار مني ليك على الحصة بتاعت شابتر 1 وبتاعت شابتر 2، كانت كل واحدة فيها ساعة. فتعالى كده مع بعض، شابتر 3 مش هياخد وقت، نخلصه بسرعة. بص يا سيدي، شابتر 3 هي القوانين بتاعت نيوتن. طب هو نيوتن قال لحضرتك ايه؟ نيوتن قال لحضرتك ان انا هعمل لك 3 قوانين. هعمل لك نيوتن فيرست لو، وهعمل لك نيوتن سكند لو، وهعمل لك نيوتن ثيرد لو. احنا هناخد لو فيهم، مش هيكمل بالظبط 5 دقايق مننا، هيبقى الموضوع والحصه خلصان. تعالى نبدا على طول كده بالايه؟ بنيوتن نيوتن فيرست لو. نيوتن فيرست لو بيقول لك ايه؟ عم نيوتن بيقول لك سمشن الفورس بتساوي زيرو. امتى؟ في حالتين: لو كان البادي ستاتيك، يعني ما بيتحركش، وده منطقي، ما طبيعي سمشن الفرشه هتكون زيرو لو انا ستاتيك. ما هو يا حبيب قلبي لو انت ثابت مكانك ما بتتحركش، يعني مش ما فيش اي فورس بتاثر عليك، صح؟ او حضرتك بتتحرك بيونيفورم فيلوسيتي. في الحالتين دول سمشن الفورس بتكون زيرو. تمام؟ هنا بقى محتاجين نتعلم حاجه، ان انا لو رسمت لحضرتك جسم بالمنظر ده، ازاي اجيب سمشن الفورس بتاعه؟ لو انا قلت مثلا هنا 15 وهنا 20، يبقى سمشن الفورس بمنتهى البساطه هما 2 فورس، واحده كده واحده كده، مين اللي يكسب؟ الاكبر. يبقى كده 20 ماينس 15 ب 5. شايف دي كده معناها ايه؟ معناها ان في فورس، معناها ان سمشن الفورس مش بزيرو، يبقى انا مش بيونيفورم فيلوسيتي، لان في حاجه هتساعدني ان انا اعمل فيلوسيتي. في مشاكل؟ جميل جدا. طيب بعديها نقسم دي كده نصين، ناخد الانرشيا تمام، وناخد المومنتم. ماشي يا جماعه؟ طيب نبدا بالانرشيا ولا المومنتم؟ تعال نبدا بالايه؟ الانرشيا عشان نخلص منها بسرعه. كل الفكره ان انت لو عندك جسم، الانرشيا دي بتكون خاصيه جوه الجسم، خاصيه الجسم ان هو يقابل التغير اللي بيحصل له، تو ريزيست ذا تشينج. يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا دلوقتي لو انت مثلا ده بص المنظر ده كده، تمام، وانت راكب جواه، لو انا ماشي بفيلوسيتي فجاه دوست فرامل، انا جسمي عنده خاصيه اسمها الانرشيا، القصور الذاتي. فاول لما ادوس فرامل هلاقي ان انا طلعت لقدام. ليه؟ لان جسمي عايز يريزيست التشينج بتاعه. انا ماشي في طريقي، انا بتحرك بفيلوسيتي، فبالتالي انا مش عايز اقف. هذاك لما تيجي توقفني فجاه، في حاجه اسمها انرشيا اللي هي هتطلعك لقدام، انا عايز اكمل. بالدليل مثلا ايه؟ لو انا عندي مروحه، المروحه دي بتلف، جميل، لو انت شلت الفيشه هتلاقي المروحه لسه بتلف شويه لحد ما تقف. ليه؟ بسبب ان عندها حاجه اسمها انرشيا، هي مش عايزه تقف، هي عايزه تفضل مكمله. في مشاكل؟ طيب بعد كده خدنا حاجه اسمها مومنتم، بديها رمز البي. المومنتم بتاعت اي اوبجكت هي عباره عن الماس بتاع الاوبجكت، الماس بتاع الاوبجكت في الفيلوسيتي بتاع الاوبجكت. يبقى انت عشان تحسب كميه التحرك بتاعت اي جسم اللي هي المومنتم، حضرتك بتشوف وزن الجسم تضربه في السرعه اللي بيتحرك بيها. فمثلا لو انا عندي جسم الماس بتاعه 15 كيلو جرام، بيتحرك بسرعه 2 متر بير سكند، يقول لك احسب لي كميه التحرك بتاعته، احسب لي المومنتم، هتبقى ماس في فيلوسيتي، يعني 15 في 2 يعني 30 كيلو جرام متر بير سكند. في مشاكل يا جماعه؟ طيب تعالى نستنتج اليونت. المومنتم بيساوي الماس بالكيلو جرام، الفيلوسيتي متر على سكند، اصبح هو ده اليونت بتاعه المومنتم، كيلو جرام دوت متر بير سكند. ممكن حد يقول لك انا هطلع السكند دي فتبقى كيلو جرام دوت متر دوت سكند نيجاتيف 1. في مشاكل؟ يجي حد يقول لك معلش انا عايز
بسم الله الرحمن الرحيم، انا عايز الدايمنشنال فورمولا. اشيل كل كيلو جرام واحط ام، اشيل كل ام واحط ال، اشيل كل اس واحط تي نيجاتيف 1. هل لحد دلوقتي في عند حضرتك اي مشكله؟ موضوع بسيط قوي، مفيهوش اي حاجه. جميل. دي كده كان الفيرست لو. ندخل بقى دلوقتي على ايه؟ على السكند لو. بقول لك حصه بسيطه قوي اصالحك بيها. ندخل على السكند لو. السكند لو بيقول لك بمنتهى البساطه ان الفورس بتساوي ماس في اكسلريشن، انا اسف سمشن الفورس. دي مهمه قوي. ليه؟ حضرتك بيكون عندك جسم الماس بتاعه مثلا ب 15 كيلو جرام، تمام؟ يقول لك احسب لي الاكسلريشن، يروح راسم لك الجسم بالمنظر ده. ادي الجسم اهو بالمنظر ده كده، تمام؟ يقول لك احسب لي الايه؟ انت هتيجي تعوض الماس ب 15، الاكسلريشن انت محتاجها. طب الفورس بقى يا ترى ال 20 ولا ال 10؟ لا، سمشن الفورس، سمشن الفورس. فبالتالي انا عندك 20 هنا و10 عكس بعض، يبقوا ماينس، يبقى لك 10. فتطلع الاكسلريشن ب 10 على 15 متر بير سكند سكوير. في مشاكل يا جماعه؟ طيب يبقى احنا كده خدنا ان الفورس بتساوي ماس في اكسلريشن. ايه كمان يا مستر؟ قال لك ان الفورس هي بتساوي اللي تشينج في المومنتم على التايم. ده اصلا التعريف بتاعها، اللي تشينج في المومنتم على التايم. فك اللي تشينج في المومنتم تكون في فاينل ماينس في انيشال مضروبه في ماس. ما دام في تشينج في المومنتم، هي ماس في فيلوسيتي، اكيد اللي بيتغير مش الماس، فانت فكك من الماس خالص، مليون في المية اللي بيتغير مش الماس، يبقى اللي بيتغير اكيد هو ايه؟ الفيلوسيتي، واقسم على تي. دول كده 3 قوانين مهمين قوي جدا 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 للفورس، احفظهم. قبل كده جبت لك في اول امتحان اللي هو كان على شابتر 1 و 2 و 3، جبت لك مومنتم وفورس وقلت لك احسب لي التايم، هتعوض، بس بسبب ان انت كنت ناسي القانون ده ما عرفتش تعوض، فخلي بالك. طيب تعالى نستنتج اليونت. الفورس الماس بالكيلو جرام، الاكسلريشن متر على سكند سكوير. فتتكتب كده، او حد يكتبها لي ازاي؟ كيلو جرام دوت متر دوت سكند باور 2 نيجاتيف 2. طب الدايمنشنال فورمولا، هشيل كل كيلو جرام واحط ام، اشيل كل متر واحط ال، اشيل كل سكند واحط تي نيجاتيف 2. هل حد عنده اي مشاكل؟ يبقى الثلاث قوانين دول ايه؟ حفظ. مهمين جدا الثلاث قوانين دول، ده وده وده. ماشي يا صديقي؟ تمام. طيب هل في حاجة تانية؟ جميل. ندخل على اخر لون بقى، خلصت. نيوتن. نيوتن ثيرد لو، القانون الثالث لنيوتن. دي مهمة. تمام. القانون الثالث لنيوتن بيقول لك ايه؟ لكل فعل رد فعل. every action has reaction. عنده رد فعل، كل فعل عنده رد فعل. يعني انا لو مسكت ايدي وضغطت على السبوره، ده الاكشن، فالسبوره هترد عليا برياكشن. جميل. ماله بقى الرياكشن ده؟ equal in magnitude وايه كمان؟ opposite in direction. يعني لو انا مثلا جبت ترابيزه بالمنظر ده كده، بالمنظر ده كده، ومسكت كتاب حطيته مثلا هنا، فالكتاب ده بيضغط على الترابيزه من تحت نتيجه الجرافيتي، على سبيل المثال مثلا بفورس 10 نيوتن، فالترابيزه هترد عليه لفوق بفورس تانية 10 نيوتن. فقال لك ايه بقى؟ لكل فعل رد فعل بيساويه في القيمه وعكسه في الاتجاه، equal in magnitude و opposite in direction. في مشاكل في دي؟ يبقى تاني يا جماعه، نيوتن كام لو؟ 3. الفيرست لو
بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان سمشن الفورس بتساوي 0. امتى يا صديقي؟ في حاله الاستاتيك. ليه بقى؟ لان انت لسه عارف في السكند لو ان الفورس بتساوي ماس في اكسلريشن، صح؟ لو انا ستاتيك فهل انا عندي اكسلريشن؟ لا، يبقى الفورس بزيرو. تاني حاجه، لو انا بتحرك بيونيفورم فيلوسيتي، ليه برضو؟ مش الفورس بتساوي ماس في اكسلريشن؟ انت عارف الاكسلريشن دي هي التغير في السرعه. ادام انت بيونيفورم فيلوسيتي يعني الفيلوسيتي ثابته، فبالتالي الاكسلريشن مفيش تغير يعني بزيرو، فتبقى الفورس بزيرو. ده كده كان اول حاجه. وفهمنا مع بعض ازاي بنجيب سمشن الفورس. لو عندي اوبجكت بالمنظر ده كده 20 10، تبقى سمشن الفورس 20 ناقص 10 اللي هي 10 يا جماعه نيوتن. تمام؟ ده كده كان اول لو. طيب ندخل على تاني لو. ده كده الفيرست لو. سكند لو يا جماعه، سكند لو بسيط جدا. قال لك ايه؟ قال لك ان سمشن الفورس هي بتساوي ايه؟ ثلاث حاجات احفظهم زي اسمك، ماس في اكسلريشن مهمه، وبتساوي تشينج في المومنتم على التايم مهمه. واللي تشينج في المومنتم، اللي تشينج في المومنتم خد بالك ان هي ايه؟ ماس في فيلوسيتي، فالفيلوسيتي هي اللي بتتغير، يعني في فاينل ماينس في انيشال على تايم. تمام؟ هي لو اكنك فكيت الاكسلريشن، يعني عايز توصل لها من هنا تمام، عايز توصل لها من هنا تمام، الاكسلريشن هفكها في فاينل ماينس في انيشال على تايم واحط الماس زي ما هي، يبقى ده الفورس. تمام؟ ماشي. خدنا هنا كمان ايه تاني نسيت اقوله؟ ان انت عندك المومنتم بتساوي ماس في ايه؟ في فيلوسيتي. تمام. الثيرد لو بيقول لك ان لكل فعل رد فعل بيساويه في القيمه بس عكسه في الايه يا جماعه؟ في الاتجاه. تمام؟ كده نقدر نقول ضن 3 من ايه يا جماعه؟ 3 من 6 الحمد لله. تمام يا جماعه؟ اوكي كده نبقى خلصنا. اشوفكم ان شاء الله في المراجعه بتاعه شابتر 4، ان شاء الله هتكون بسيطه وسهله وما فيهاش اي حاجه، لان احنا كل ما بنقرب للاواخر انت بتبقى فاكر اكتر. خلاص، هي بس ان احنا عايزين نركز في المراجعتين الجايين على 4 و5 عشان دول اللي هيكون فيهم اللعب بتاع الامتحان. دول اتقل اتنين عندك، هم سهلين كده كده، هم سهلين انت فاهم ما فيهمش حاجه، بس اتقل اتنين بالنسبه لك هيكون 4 وهيكون 5. فبالتالي عايزين ناكد قوي على الافكار بتاعتهم، هنحاول ان احنا على قد ما نقدر نقول فيهم كل فكره اكنك ما تعرفش اي حاجه. تمام؟ شكرا ليك. دلوقتي هتروح تعمل ايه؟ هتروح تحل التقييمين الخامس والسادس لو انا فاكر صح، يعني اللي هي التقييم بتاع شابتر 3، ونتقابل ان شاء الله عشان نحل مع بعض اكزام كام 5 و6. تمام؟ شكرا ليكم، نشوفكم ان شاء الله في مراجعه جديده. ما تنساش ان انت تشير الفيديو ده لاصحابك، تعمل لايك وتعمل تشترك عشان لما فيديو الحل او كل الفيديوهات الجايه ان شاء الله لما تنزل تقدر ان انت تشوفها. شكرا ليكم والسلام عليكم.